احنا عندنا 4 توبولوجي، وكل توبولوجي من دول فيها شبكتين. في أوقات هتلاقوا إن احنا عندنا الشبكتين دول بشكل فيزيكال يا جماعة، يعني أنا عندي الراوتر بتاعي طالع منه عدد الشبكات اللي أنا عايزاها، اللي هو في حالتنا هنا 2 نتورك، والمفروض إن كل نتورك ليها السويتشات الخاصة بيها، وبعدين كل أجهزة أو كل مجموعة من الأجهزة بتبقى واصلة في نفس السويتش عشان يقولوا إن هما في نفس الشبكة. فكده يبقى احنا شغالين بشكل فيزيكال، احنا هنا كده عاملين فيزيكال نتورك. تحت برضو هنا هتلاقوا برضو نفس المنظر، راوتر طالع منه شبكتين، يبقى انا المفروض كده برضو شغالة بشكل فيزيكال. الناحية التانية هتلاقوا ان انا برضو عايزة يبقى عندي شبكتين في التوبولوجي، بس المرة دي الراوتر بتاعي طالع منه انترفيس واحدة بس، والسويتشات بتاعتي كلها واصلة في بعضيها، ففيزيكالي كأن عندك شبكة واحدة. انما بالكونفيجريشن بالاوامر تقدر تقول ان انا عندي اي عدد من الشبكات يعجبني، فهنا هتلاقوا ان انا عندي 2 فيلان، ممكن يبقوا اكتر. فتقدر تقول إن الشبكة دي تساوي بشكل كبير جدا الشبكة دي، ولكن دي شغالة بشكل فيزيكال، إنما دي شغالة نقدر نقول بشكل فيرتشوال. يبقى هنا فيزيكالي أنا عندي 2 نتورك أنا شايفاهم بعيني فعلا، إنما هنا فيرتشوالي أنا عندي 2 نتورك بعيني أنا شايفة شبكة واحدة، إنما بالكونفيجريشن والأوامر المنظر ده بيقول إن أنا عندي شبكتين. يبقى مبدئيا كده الفيرتشوال لان يعني انا مش شايفه اصلا قدامي شبكات فيزيكال، انما الفيزيكال لان انا شايفه قدامي فعلا تقسيمه للشبكه. تحت برضو انا عندي نفس المنظر، الراوتر واصل مره واحده بس بالنتورك بتاعتي، فانا هنا برضو شغاله بشكل فيرتشوال، عندي 2 نتورك اللي هما بالنسبه لي فيلان 10 وفيلان 20. تاني حاجه بقى او تاني فرق هو بالنسبه للاي بيز. لو جينا بصينا هتلاقوا هنا ان انا هوزع اي بيهات مش سبنتد. هنا يعتبر احنا شغالين بشكل كلاسفول. كلاسفول يعني انا مش عامله سبنتنج، هنا انا شغاله مره بالنتورك 192.168.1.0 بالماسك الاصلي بتاعها اللي هو /24، وهنا انا شغاله بسبنت تانية خالص اللي هي 192.168.2.0 بماسك 24. فهنا أنا عندي 2 نتورك كلاسفول مش سبنتد خالص. طيب هنا في الفيرتشوال هل ينفع أشتغل بنفس الطريقة؟ ينفع طبعا. هنا برضو في نفس النتورك دي احنا شغالين كلاسفول، يعني أنا عندي برضو مرة الشبكة 1.0 ومرة عندي الشبكة 2.0، وشغالة فيهم هما الاتنين بالماسك الأصلي بتاعهم اللي هو /24. بالنسبة للسبنتس إن أنا أعمل سبنتنج أو أقسم الشبكات، فإحنا عارفين لو أنا عندي بلوك 192.168.1.0/24 وقلت إن أنا عايزة 2 سبنت، ففي الحالة دي هقول 2 أس N بتساوي 2، يعني ال N بتاعتي ب1، يعني الماسك الجديد بتاعي هيبقى /25، وتبقى الستep اللي أنا بزودها كل مرة هي 128، وتبقى الشبكات بتاعتي هي الدوت 1.0/25 والدوت 1.128/25، وبكده يبقى أنا عندي 2 سبنت من نفس النتورك، فهنا يعتبر أنا شغالة classless أو شغالين بموضوع السبنتنج. هل ينفع أشتغل بنفس الطريقة مع الفيلانز 10 و20؟ ينفع جدا طبعا، فأنا ممكن أوزع للشبكة دوت 10 IP.1.0/25 من الشبكة دي، أما مع الفيلان 20 ممكن أشتغل بالدوت 1.128/25. فباختصار كده يا جماعة الفرق بين الفيلانز والسبنتنج هو مفيش بينهم فرق عشان هو مفيش بينهم تشابه، غير بس إنك بيجي في بالك كلمة بنقسم. فلما بتيجي الفيلانز انت بتقسم الدومين الفعلي بتاعك، بتقسم فعلا الشبكة الواحدة، بتخليها مجموعة من الشبكات بدل ما كانت فيزيكال بقت فيرتشوال. أما السبنتنج فأنت عندك أرقام النتورك بتخليها تتقسم لمجموعة من السبنتس بالأرقام الجديدة، إنما مفيش أي حاجة بتقول إن أنا مثلا لازم أشتغل classless في نتورك معينة أو أشتغل classful في نتورك تانية، لا خالص، حسب الديزاين بتاعك بيقول إيه. فلو أنا عندي شبكات virtual
ممكن أعملها أشغل عليها شبكات بالأرقام classful أو classless، وبرضو أنا وعندي شبكات physical أقدر برضو أشتغل عليها بالأرقام classful أو classless. مفيش أي رابط بين الاتنين خالص خالص، غير إن ده تقسيم وده تقسيم. الفيلان هي تقسيم للفيزيكال دومين نفسه بتاعي، بقسمه لمجموعة من الشبكات. أما السبنتنج هو تقسيم للأرقام بتاعة النتورك نفسها لمجموعة من السبنتس بالأرقام برضو. تقدر توظف الاتنين مع بعض حسب الديزاين بتاعك. لو انت عندك عدد كبير من الأجهزة وعايز تقسمهم لمجموعة من الشبكات، بس مش عايز تستغل physical interfaces أو physical switches، فتقدر تقسم الشبكة بتاعتك لفيلانز. لو عندك أرقام من الشبكات والأرقام دي أنت عايزها تكفي أكبر عدد من الشبكات، فبتبتدي تعملها سبنتنج وتطلع منها أرقام جديدة أو شبكات جديدة وتشتغل بشكل كلاسلس بسبنتس جديدة. هتلاقوني عامله لكم فيديوهات كتيرة جدا عن الفيلانز وعن السبنتنج، حتى الموضوع بتاع الفرق بين الفيلان والسبنتنج هتلاقولي كنت عامله لكم عنه فيديو مفصل قبل كده، انما حبيت اوريكم الموضوع بشكل عملي علشان يبقى واضح قدامكم بالطريقة دي. يا ريت تعملوا لايك وشير كتير عشان نوصل لأكبر عدد من الناس، وشكرا ليكم.